كيف يبتسم العيد؟ مع فضيلة الدكتور توفيق العبيد، الأستاذ المساعد بكلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية ببيروت، ضمن البرنامج الرمضاني زاد الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، واقترب العيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والعيد أيها الأحبة الكرام هو فرحتنا، والعيد يجب أن نرسم فيه على وجوهنا ابتسامتنا. كيف يبتسم العيد؟ نحن الذين نصنع هذه الابتسامة، نحن الذين نرسمها، فعندما نجدها على وجوه الأطفال سنقول حينها ابتسم العيد. يبتسم العيد حينما نقدم كسوة لطفل يتيم فقد الأب الذي كان يأتيه بثوب العيد، وتشعره بأنك والده بعد والده. يبتسم العيد عندما تزور أخا لك في الله. أدرج الله تعالى ملكا في طريق رجل، سأله الملك: إلى أين تقصد؟ قال: أزور أخا لي في الله. قال: ألك عنده حاجة؟ قال: لا. ألك عليه دين؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإن الله أرسلني إليك ليعلمك أنه أحبك في الذي أحببته فيه. هنا في هذه الزيارة ارتسمت الابتسامة على وجه المزار. فكيف إذا زرت مريضا؟ فكيف إذا عدت رحما؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. دخلتك على أرحامك من رجال أو نساء ترسم الابتسامة على وجوههم. يبتسم العيد عندما تقطع الهجران الذي دام بينك وبين أخيك لأعوام، وأنت تستمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فكيف بك وقد مضت عليك أعوام عديدة وأنت لم تزر أخاك؟ أيها الأحبة الكرام، اقترب العيد، نحن في العشر الأخير من رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يتمه علينا بالغفران. لا بد أن نهيئ أنفسنا أن العيد ابتسامة، والابتسامة ترسم بالتسامح والعفو والنظر في حاجات الضعفاء. العيد ليس لمن لبس الجديد، بل العيد لمن طاعته تزيد. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بليلة القدر، وأن يكرمنا إذا وافقنا يوم العيد ممن يرسمون الابتسامة على وجوه الناس. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.